السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوة عيد الميلاد بحجم كبير وبجينواز ناجحة، بطريقة سهلة وبسيطة اي وحدة تقدر ديرها وتفرح بها وليداتها. انا درتها للصديقة ديالي بنيتها عندها 11 سنة، الله يطول في عمرها وعمر وليداتنا ونشوفهم ان شاء الله كيف ما تمنيناهم. كنتمنى تكملوا معي الفيديو حتى الاخير، غادي نشارك معكم واحد مقتطف من عيد الميلاد وندوز على بركة الله الوصفة. بالنسبه للمقادير ديال الجينواز، عندي 10 ديال البيضات وضروري انهم يكونوا بحراره المطبخ. غادي نضيف عليهم واحد القريصه ديال الملحه وجوج ساشيات ديال الفاني. تقدروا تنكهوا باللي بغيتو، اما قشور الحامض ولا شي نكهه اللي كتبغيوها. بالنسبه للسكر عندي 300 غرام، غادي نضيفو على دفعات. غندير شويه دابا نطرب به وغادي نعاود مره نضيف شويه وانا كنطرب. وبالنسبه للدقيق خديت 300 غرام، نفس قياس تاع السكر هو قياس تاع الدقيق. غادي نطربوا البيض مزيان، مره كنزيد السكر حتى يولي ليا بحال الكريمه. كيف كتشوفوا هذا هو القياس ديالو. ضروري اننا نطلعوه مزيان. بالنسبه للدقيق دابا غادي نغربلو، انا غربلته ولكن غادي نعاود نغربلو باش ما غربلناه كيعطي نتيجه زوينه. غادي نضيف ليه الساشيه ديال الخميره وغنغربلها معاه. دابا غادي ندير الدقيق على دفعات وانا تنخلط من التحت للفوق باش ما تهبطش ليا الكريمه، ونحاولوا ندخلوا الدقيق كامل باش ملي كطيب الحلوه ما تيكونوش فيها هذوك بحال الكويرات ديال الدقيق لداخل، اللهم غير بشويه باش ما تبقى حتى حبه. بالنسبه لي انا سرعت المقطع باش ما نطولش عليكم، غير ما نحركوش بالزربه ونردوا البال القاع ديال البول حتى هو تيبقى فيه الدقيق، نهزو من التحت للفوق. غادي نستمر حتى نكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي. خديت هاد الطاوه فرشت فيها ورق الزبده، وضروري ان نفرشوه حيت الجينواز كتلصق. غادي نفرغ فيها الخليط. بالنسبه للطاوه اللي درت انا 34 على 26، غادي نضربها واحد شويه بحال هكا. بالنسبه للطياب ديال الجينواز انا شعلت الفران على 170 درجه، خليته حتى سخن مزيان. غادي ندخلها طيب تقريبا 21 دقيقه، عاد غادي نطلع عليها ونشعل الفوق باش نحمرها غير شويه ونحضيو معاها باش ما تحرقش لينا. ولما طابت ليا الجينواز غادي نحضر السيرو باش غادي نسقيها. اللي عندي فيه كاس ديال السكر، ساشيه وحده ديال الفاني ونص حامضه بعد ما قطعتها دوائر. غادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال الماء والعبارات بكاس ديال العنبه. بعد ما غادي نحركهم شويه حتى يذوب ليا شويه السكر، غادي نشعل عليه البوطه وغادي نخليه بعد ما غيغلي غنخليه تقريبا 10 ديال الدقائق وغادي نطفي عليه ونخليه حتى يبرد مزيان. هذه الجينواز بعد ما طابت، بعد ما خليتها بردات شويه، عاد غادي نحيد ليها هاد ورق الطبخ، نحيدو غير بشويه. كيف كتشوفوا راه كتجي زوينه وكتجي طالعه، غير ما نحمروهاش اكثر من القياس باش تبقى لينا خفيفه وفي نفس الوقت ما تقصحش لينا ملي نبغيو نقسموها، ما تهرسش لينا. بعد ما قسمتها على 3 ديال القطع، دابا غادي نطلع الكريمه اللي عندي فيها 500 ملل ديال الكريمه السائله. بالنسبه لي انا غادي نضيف لها 2 معالق ديال هاد زبده اللوتوس. بالنسبه اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش يدير اما الكراميل اما الشوكولات، المهم باش تنكهوا الكريمه كيبقى لكم الاختيار وعلى حسب موجود. غادي ندير 2 معالق كبار. هاد الكريمه كتجي رائعه في المذاق. دابا غادي نطلع الكريمه، غير ما نطربوهاش بزاف باش ما تقصحش لينا، وهذا هو القوام ديالها. دابا غادي ناخذ الطبقه الاولى تاع الجينواز بعد ما سقيتها بالسيرو، بعد ما برد مزيان. غادي ندير ليها طبقه ديال الكريمه، بعد ما غادي نقاد ليها السطح ديالها. بالنسبه للكريمه كاين اللي تيبغي يدير طبقه رقيقه وكل واحد على حساب، كاين اللي كيبغي تاني الكريمه تكون باينه شويه. بعد ما قديت لها السطح ديالها، دابا غادي خديت البسكوي هذا ديال لوتوس بعد ما هرمشته، هو اللي غادي نزين به من الداخل باش تجي ديك القرمشه في الحلوه وفي نفس الوقت نبقى في نكهه وحده.
دابا غادي ندير الطبقه الثانيه ديال الجينواز وغادي نسقيوها مزيان باش ما تسقط الجينواز كتجي زوينه. وبنفس الطريقه غادي ندير طبقه اخرى وغادي نعاود ندير فوق منها طبقه ديال البسكوي حتى نكمل هاد الطبقات اللي عندي كاملين. وكيف قلت لكم التزيين راه تيبقى اختياري، تقدروا تزينوا بفواكه طريه بين الطبقات، تقدروا ديروا فواكه جافه كراميل ولا الشوكولات، المهم كيبقى لكم الاختيار. دابا بعد ما كملت الطبقات كاملين غادي ندخلها للثلاجه، غنحطها غير في الثلاجه لتحت تقريبا، غنخليها واحد ساعتين غير حتى تشد في راسها، وغادي نخرجها باش نقادها ونكمل لها المونتاج ديالها ونرجع معكم. انا نعطيك بعد ما قديت لها جناب كيف كتشوفوا. دابا غادي نغطيها بالكريمه. بالنسبه للقياس ديال الكريمه اللي عطيت في الاول راه ما كفانيش، على قبل زدت 300 ملل باش يلاه تغطى ليا الحلوه كامله. وكيف كتشوفوا هذا ولد صاحبتي راه ما خلانيش ندير الكريمه، كل شويه كيجي يلحس ليا، ولكن بالفعل راه صراحه راه جات واحد الكريمه لذيذه بزاف. بعد ما تغطات الحلوه كامله غادي ناخذ زبده اللوتيس بعد ما درتها في حمام مائي حتى طلقات. كيف كتشوفوا غادي ناخذها وغادي ننزلها دميعات من جناب، نمشيو معاها غير بشويه. وملي غادي نكمل ضروري غادي ندخلها للثلاجه حتى تعقد، باش ملي نبغي نخوي الكريمه الوسط ما تهبطش ليا من جناب وتخسر ليا الديكور. وقبلوا على التزيين، راني ماشي محترفه بعد ما كملتها كيف كتشوفوا دابا غادي ندخلها للثلاجه كيف قلت لكم، وغادي نكمل لها التزيين ديالها ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه بعد ما زينتها بزبده اللوتيس من الوسط كيف كتشوفوا، وزينتها بالبسكوي قديته من جناب. كنتمنى ان هذا التزيين يعجبكم، وتيبقى التزيين اختياري كيف كتشوفوا. جات رائعه بعد ما درت لها وريدات في الجناب ديال الكريمه. كنتمنى ان الشكل النهائي ديال الحلوه يعجبكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وبارطاجيو الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. دابا غادي نشارك معكم بعض المقاطع من عيد الميلاد.